المغرب في كوكب في عالم آخر، وبقية الفرق العربية في كوكب آخر. المنتخب المغربي في المربع الذهبي في كأس افريقيا. المغرب سيطرة لا فقط عربية، لا فقط افريقيه، لا فقط حتى عالميه. المغرب فما خدمه تخدم معناها متألقين ابطال افريقيا وابطال العالم، فما خدمه كبيره تخدم، ما كان الخدمه اللي تجيب. انا فرحت برشا لانتصار المغرب، اضافه الى كرويه حتى اخلاقيا ومعنويا. محليك يا مغرب فالعمليه هذه، محليك يا مدرب المغرب، ملاعبيه المغرب، معناها الفريق هذايا كان فريق اخر. المغرب راهو البي كله حاضر، كله حاضر معناها سامحني، ومع الملاعب اللي موجوده في المغرب، مع المغرب باش ينظم كاس العالم. مستحق اللي يوصل له المنتخب المغربي، ويستحيل يكون وليد الصدفه. نتمنى لهم حس سعيد امام جمهورهم امام شعبهم في كاس افريقيا. ولا حس سعيد المنتخب ان شاء الله النسور يمشيوا لابعد ما يكون. حقق قفزة نوعية كبيرة للكرة الإفريقية. مش تقعد أنت 4 سنين من أفضل 4 فرق في العالم. المنتخب المغربي اللي بطاقم تدريبي إفريقي، طاقم تدريبي مغربي محلي. المنتخب المغربي يؤكد بأنه باش توصل للعالمية لازم تمن بإمكانياتك، لازم تمشي تلوج على لاعبينك البرة، لازمك تزرع المحبة في المنتخب نتاعك عند اللاعبين اللي حتى ما يحكيوش اللغة العربية. فما خدمة كبيرة، واليوم المغرب قاعدة تحصد في النتائج نتاعها. ما ينجمش يكون هذا وليد الصدفة ولا ضربة حظ. تجيك في كومبيتيسيون، تجيك في كاتيجوري نتاع عمر، مش في اللي كاتيجوري حتى كل، مش نساء ورجال، في كل شيء تقريبا المغرب موجود. كلمة في نفس الإطار هذا اللي تقول فيه الرف، باش تزيد تفهم اللي فما بنية، فما استراتيجي كالكو بار، فما مفتوح كما نقولوا احنا ايرارشي، وانك تمشي وتطلع وتترقى. زاد في علاقه بالتدريب، راهو السكتيوي هو نجم من نجوم بورتو، راهو لعب في بورتو قبل في البرتغال، ومن التكوين من الملاعبيه كالمغاربه اللي مولودين في الاوروب. جاء بدا في كمدرب في اكاديميه محمد السادس، من بعد رينا الاو 20 ومن بعد رينا الاو 23 توا الابريم. مدرب المغرب كان ما ينجحش في الكان هذايا، راهو هو اللي باش يكون معناها فما تطور. غاديك فما ادي حتى اونترونور يتحذر يتخدم بالضبط. فما اديين كيلكو بار عند المنتخب المغربي قاعدين يزرعوا فيه. مش كان توا، مش كان كوب دي موند 2026 مازالوا يحبوا ناويين، عندهم كوب دي موند 2030 ما عاملين انه يعملوا فيه فينال، وهذا اللي واعدين به الشعب نتاعهم. خاصه انه المنتخب المغربي فما المواهب بالحق موجوده برشا. مواليد هولندا راهو غاديك في هولندا راهو المواهب اغلبيتها مغاربه. دونك ان شاء الله بالتوفيق. صديقنا سامي الشاوش يقول ممرض المغرب في كاس العالم اللي الفارته قال احنا ما نمثلوا حد الا المغرب، وانتم باقي تهزوا في القفه للمغرب. مانيش نهزوا نوصفوا قاعدين، معناها راهو تنجم نوصفوا في حاجه سايره. قاعدين نحكيو على منتخب متالق في كل الفروع وفي كل الاصناف. وحتى لو كان قالها وليد الركراكي في وقت ما، هذا مش معناها باش يولي عندنا موقف معادي للمغرب. تنجم تغش على وليد الركراكي كعبد، هو صرح ما سمعناش ملايين المغاربه يقولوا فيها. وشفنا داير توانسه ومغاربه في الجرادا مع بعضهم في الماتش هذا. التصريح هذا علقت عليه انا عليك فتحي، فك الكلمه كيما تحب اليوم. ماك مسافر؟ لا والله التصريح هذا نتاع الحاج ما تكهرلوش مسافر. والله يا الراب التصريح هذا علقت عليه لانه عملوا في الكأس الأخيرة. وقلت الركراكي قال يزيكم من النفاق العربي، يزيكم من قال انا نمثل كان المغرب كيما احنا نمثلوا كان يا مالي. وجعتنا الحقيقه، وجعتنا احنا نشجعوا في المغرب، ولكن هذيك الحقيقه توجع. لا ماهيش حقيقه. علاش انا كي نمشي نلعب بضرب بلادي، نمثل بلادي ولا 12 مليون نتاعي، ونمثل القاره نتاعي، ونمثل العرب فرد نفس، فرد روح، فرد كل شيء. شو ثم تونسي حب المغرب تروح مثلا في الكوب دي موند؟ يستحيل. فوالا كلمه حاجه خاطر سينو باش يعمل ديبرسيون. الى النصف النهائي، الى النصف النهائي، النهائي ان شاء الله باذن الله. الحمد لله المنتخب المغربي يفوز بالنتيجه والاداء. صحافه زيكو تفرجوا الرياضه كي دايره في المغرب. المنتخب المغربي وفوز جاي يحطوا الكره القدم منتخبات في مستوى عالي. تخيلوا طحن المنتخب المغربي يفوز بالنتيجه والاداء. الف مبروك على الشعب المغربي، والف مبروك على كاع المغاربه، والف مبروك على فوزي الرجاء بهذا الانجاز وهالكره اللي حطها في المستوى العالي. نتمنى له التوفيق ان شاء الله ويدي اللقب لانه يستاهل اللقب. اليوم القجع والله العظيم القجع ديما يقول باغي نجيب كاس. الحمد لله المنتخبات المغربيه، وهذا الشيء علاش راهم حاسدين المغرب، وهذا الشيء علاش ما باغيينش المغرب يزيد لقدام، وما باغيينش المغرب يدير كاس افريقيا. وهذا الشيء علاش هذوك الذباب الالكترونيه وصحافه زيكو يحاربوا في المغرب 24.
اليوم المغرب المستوى ديالو وصل هنا. هذا الشيء اللي راه مقنطهم ويقول لك ديروا المقاطعه وديروا المقاطعه وكذا منا. وبعض الناس تابعينهم، شدوا في بلادكم، شدوا في بلادكم، بلادكم راه في المستوى العالي. شكون اللي راه تبينكم في العالم الا هي كره القدم. كره القدم تبين اي دوله في العالم بين حطتها في المستوى العالي. اليوم باش يهضروا عليك العالم كامل يشوفك. شوف نقسم لكم بالله العظيم تخلصوها غاليه. بقاش المغاربه يتمشيو بنيتهم، وفوزي لقيتها خدام راجل خدام بنيته، وربي ناصر عليكم. واخا تعيوا ما تحاربوا، عييتوا ما تحاربوا 6 سنين. اليوم طلقتوا واحد الذباب ومنا والحرب الاعلاميه ومنا وكل شيء، صفحات مزوره ما تعرفش كاع شكون اللي رايات مزوره باسم المغرب، صفحات مزوره باسم المغرب. ولكن تحطوكم الرجاله. برافو عليهم. يعني يعجبوني بحال هكذا الولاد ملي يكونوا يتقاتلوا في وسط الميدان، يعجبوني اللي يبغيو بلادهم بحال هكا. شوف غير الفرحه التاليه اللي داروها مع الشعب وكذا منا فرحانين. انت قاعد لي في البلاطو فما حاضي اما ينظموش لاكوب دافريك، غادي يقلعوها لهم. عندهم المشاكل. فين المشاكل اللي شفتوها عندكم نتوما؟ المشاكل شفتوها غير عندكم نتوما. هاد الوليدات هادو ما كانش عندهم مشاكل. الوليدات عندهم الميدان حميدان، وانتوما تنبحوا وغادي يقلعوا لهم لاكوب دافريك ودايرين وفاعلين، وما خليتو ما درتو فيهم. الحروبات كاع حربات كاع طيحتوها عليهم، وفي الاخير كلشي يطيح في الماء. الحمد لله يا ربي، والله الا الحمد لله يا ربي. من صغرين ما عندها هذاك الشيء جاي وما هيبه رغم كيد الحاقدين والحساد والصحفيين وكل شيء وبعض لي باس وهجومات. وكاين اللي كان يستنى القجع في الدوره. وكاين القجع تبت لكم دومي فينال. هذا راه خدمه الرجال هذه اللي في الجامعه، وخدمه القجع وخدمه الدوله المغربيه اللي وفرت توصلوا الرجال اليوم ما شاء الله يتقاتلوا في وسط الميدان. شفت الخدمه كي دايره؟ شفتوا الخدمه يا صحافه الزيكوال المدلولين يا المبادلين يا اللي مقابلين غير بلا مقابلين غير المغرب. وانتم ما عندكمش تلعب بحال هذا. الحمد لله.